البلمرة المسؤولة عن تكوين الأحماض النووية في نواة خلية في جسم الإنسان. قصده بالأحماض النووية هنا اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه. المسؤول عن تصنيع الدي ان ايه هو انزيم واحد اللي هو انزيم بلمرة الدي ان ايه، انما في الار ان ايه 3 انزيمات، واحد لبناء الام ار ان ايه، واحد لبناء التي ار ان ايه، وواحد لبناء الار ار ان ايه. يعني هنا عندنا 4 انزيمات، انما في اوليات النواة 2 بس، واحد دي ان ايه وواحد ار ان ايه. اي مما يلي يميز التي ار ان ايه عن الار ان ايه: وجود موقع الارتباط بالريبوسوم، ده موجود على الام ار ان ايه مش على الدي ان ايه، يبقى دي الاجابه غلط. مكان النسخ، الاتنين بيتنسخوا جوه النواه، يعني دي مش حاجه مميزه. وجود روابط هيدروجينيه بين بعض القواعد، ايوه دي اللي بتميز التي ار ان ايه، لان هو فيه اجزاء مزدوجه. الام ار ان ايه لا. مكان العمل، الاتنين بيشتغلوا في السيتوبلازم. اي العبارات التاليه غير صحيحه عن الهستونات؟ غير صحيحه. بروتونات تركيبيه تتكون في السيتوبلازم، ايوه اي بروتون اصلا بيتكون في السيتوبلازم. تساهم في طي الحمض النووي دي ان ايه، ايوه وبتأثر طوله 10 مرات. تدخل في تركيب الريبوسومات ولا تحمل اجزاء موجبة الشحنة؟ طبعا هي بتحمل اجزاء موجبة الشحنة اللي هي مجموعات الالقايل، لكن تركيب الريبوسوم لا. ماشي. كم عدد انواع النيوكليوتيدات المتشابهة في الدي ان ايه والار ان ايه؟ ولا واحدة، لان السكر هنا غير السكر هنا. هو في قواعد مشتركة بس النيوكليوتيدات كلها على بعضها ما فيش نيوكليوتيدات مشتركة. طب بيقولك إذا كان عمل أحد الإنزيمات في الخلية هو وقف عمل جين، أي الاختيارات يمثل الآلية التي يتم بها ذلك؟ أنا عايزة أوقف عمل جين، أعمل فيه إيه؟ ما أعملوش عملية نسخ، وبالتالي مش هيحصل له عملية ترجمة، وبالتالي الجين مش هيشتغل. طب عشان أوقف النسخ والترجمة أخلي إنزيم بلمرة الار ان ايه ما يشتغلش، ما يرتبطش بالمحفز ولا يشتغل. منع ارتباط بلمرة الار ان ايه بكودون البيض؟ لا، هي منع ارتباط بلمرة الار ان ايه بس بالمحفز اللي هي الاجابه باء. طبعا الدي ان ايه لا. اضافه نيوكليوتيدات لنهايه الار ان ايه ده مش هيعمل حاجه. ما الجزيء المسؤول عن قراءه لغتي الاحماض الامينيه والنيوكليوتيدات؟ مفيش غير التي ار ان ايه. يقدر يشوف الحمض الاميني ويعينه بمعلوميه النيوكليوتيدات اللي موجوده على الام ار ان ايه. ما أقل عدد من جزيئات تي ار ان ايه يلزم لبناء عديد بيبطيد يحتوي على 50 حمض أميني مكون من 15 نوع؟ أهم حاجة عندي الأنواع، أصل هم 15 نوع كونوا لي 50 حمض أميني جنب بعض، معنى كده إن في أحماض أمينية متكررة، وانتوا عارفين ان التي ار ان ايه متخصص بيشتغل حمض أميني واحد بكودون واحد، فعدد التي ار ان ايه هيبقى قد عدد الأحماض الأمينية اللي هي 15. طب بيقولك ما اقل عدد لشفرات الاحماض الامينيه؟ اقل عدد يا اولاد على حسب عدد الاحماض الامينيه، احنا خدنا الاحماض الامينيه منها 20 نوع، فعدد الشفرات المفروض تبقى 20 زيها، بس طبعا ده ما بيحصلش، ده هما 61 لان كل حمض اميني ليه اكثر من شفر. ماذا يحدث للجين لكي تظهر الصفه التي يعبر عنها؟ لازم الجين يتنسخ وبعد كده يترجم عشان الصفه تظهر. اي مما يلي تنتقل من خلاله الشفره الوراثيه من نواه للسيتوبلازم؟ يعني اللي بيشتغل الشفره من جوه النواه يخرجها للسيتوبلازم، جزيء الام ار ان ايه. ما هو الدي ان ايه بيعمل له نسخ وبعد كده يخرجه بره عشان ايه؟ ينقل الشفره لبره اللي هو الام ار ان ايه. طب اي مما يلي يعتبر ترتيبا صحيحا؟ احنا عايزين نبدا من الصغير للكبير. جوه هنا في دي ان ايه، وهنا في نيوكليوتيده، وهنا في جين، وهنا في نيوكليوتيد. طبعا اصغر حاجه هي النيوكليوتيده، يعني الف وجيم مستبعدين. طب لو اخدنا شويه نيوكليوتيدات مع بعض يدونا دي ان ايه ولا يدونا جين؟ طبعا هيدونا جين، والجينات هتدينا بعد كده دي ان ايه، والدي ان ايه هتكون كروموسوم، يعني الاجابه د. طب بيقولك كم عدد النيوكليوتيدات التي يمثل شفره الحمض اميني؟ اي حمض اميني الشفره بتاعته بتمثل ب3 نيوكليوتيده جنب بعض. إذا كان هناك بروتين مكون من 299 حمض أميني، فكم عدد اللفات الكاملة في جزيء دي إن إيه الذي سيتم نسخ جزيء إم آر إن إيه من أحد شريطيه؟ أنا عندي يا أولاد 299 حمض أميني منسوخين من 299 كودون على الإم آر إن إيه. أنا لازم أبدأ بالإم آر إن إيه عشان أعرف الدي إن إيه على كام نيوكليوتيدة، وبالتالي أعرف فيه كام لفة. طبعا كل الاحماض، كل الكودونات بتترجم لاحماض امينيه ما عدا كودون واحد اللي هو كودون الوقف، وده دايما لازم ازوده. يعني ما اقول لك ال 299 حمض اميني مترجمين من كام كودون، ما تقولوش 299، تقولوا لي 300. طب الواحد الزياده ده جاي من ايه؟ من كودون الوقف، هو اتنسخ بس ما اترجمش. يعني انا الوقت عندي 300 كودون على الام ار ان ايه، وانا عارفه ان الكودون الواحد بيمثل ب3 نيوكليوتيدات، يعني ال 300 كودون هيمثلوا ب 900
3 في 3 ب9، 900 نيوكليتيد على الدي على الام ار ان ايه. وانا عارفه الام ار ان ايه نص الدي ان ايه، عشان اجيب الدي ان ايه اضرب الام ار ان في 2، يعني الدي ان ايه هيبقى عليه 900 و900 1800 نيوكليتيد. يعني كده بقى اعرف اجيب عدد اللفات. ما عدد اللفات في الجزيء، خلي بالك قالك في الجزيء 1800 على 20 اللي هي هتديني كام يا اولاد؟ هتديني 90. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير للفيديو، اشوفكم ان شاء الله في بقية الدرس بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.